وفاة أشهر طفل في السينما المصرية صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدعي. الفنان أحمد فرحات ابن ال 74 سنة واللي توفى بسبب مرض في الكلى والغدة وبعد ما دخل العناية المركزة لفترة. معلومات هقولها لكم عن أحمد فرحات يمكن محدش قالها لأنها مرتبطة بيا وبيه، لأني قعدت عملت معاه أكتر من حوار صحفي. موهبة كبيرة جدا في الكوميديا، ومع ذلك أول ما كبر عانى من الإهمال الكبير من الوسط الفني ومحدش كان بيشغله إلا في بعض الأعمال ذات الإنتاج الصغير، يعني كنوع من أنواع الاحتفاء بيه أو الاحتفال بيه. أحمد فرحات رغم إنه شارك مع عبد الحليم حافظ وعبد المنعم إبراهيم وكبار نجوم الفن في مصر، إلا إنه كان داعم للمواهب الشابة، وكان كل استوديوهات وسط البلد البسيطة اللي بيحضر فيها الممثلين الشباب بيكون معاهم وبيشاركهم الورش وبيساعدهم في الأعمال اللي بيعملوها اللي ما بتكلفش فلوس كتير وما بتجيبش أي فلوس أصلا. وكان فرحان إنه بيساعد الشباب، بس من جواه حزين إنه تم تهميشه. على فكرة الفنان أحمد فرحات كانت ظروفه المادية متيسرة وكان شغال في منصب مهم، يعني مش محتاج حاجة من حد غير الاهتمام والسؤال. ربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله.